خلال الكام يوم اللي فاتوا مواقع السوشيال ميديا والقنوات الفضائية ملهاش سيرة غير الطفلة هايدي واللي عملته الطفلة هايدي وال5 جنيه اللي اتبرعت بيها للراجل العجوز المتسول. يعني بجد زي ما يكون يا جماعة الخير والصدقات اللي المفروض العادي ان احنا نعملها كمسلمين وكمصريين، انها حاجة غريبة، انها حاجة شاذة. يعني انا عايزه اقول لكم بس ان التصرف اللي عملته هايدي ده تصرف جميل وتحترم عليه وتقدر عليه كطفله. يعني اي طفله مكانها ومعاها 5 جنيه هتفضل انها تجيب بيها حاجه حلوه او كيس شيبسي عن انها تديها لراجل غلبان. وكمان عندها عزه نفس ان هي رفضت تاخد كيس الشيبسي بدون مقابل من صاحب المحل. انا بقدرها جدا على الموقف ده، بس انا عايزه اقول لكم ان ده تصرف طبيعي، مش مستاهل الضجه دي كلها، مش مستاهل التكريم ده كله. يعني مجلس القومي للطفولة والأمومة عملوها سفيرة للرحمة. يعني الكافيهات والمحلات والمطاعم وكلهم بيستضيفوها وبيبعتوا لها هدايا وبيتصوروا معاها. مش للدرجات دي يا جماعة، مش للدرجات. حتى والدها نفسه بيقول أنا مش شايف إن الموضوع يستاهل ده كله. طيب عايزة أقول لكم حاجة بقى، فين تكريم بقى واحد زي الطفل عمار اللي ضحى بنفسه وبحياته علشان يدافع عن محل والده اللي كان هيتسرق، اللي كان داخل حرام يسرق محل والده في شارع البازار في بورسعيد. ده ما تكرمش ليه؟ أهله ما تكرموش ليه؟ أخوه ما تكرمش ليه من مجلس الأمومة والطفولة؟ يعني ده برضو ولد يستحق التكريم. أطفال كتيرة بتعمل أعمال بطولية يستحقوا عليها التكريم، مش هايدي بس. بس هي هايدي حظها إن هي اتصورت ونزلت على مواقع السوشيال ميديا. اتفرجوا على الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب.